عمرك حسيت ان انت عايش محمل بالذنب؟ حاجة حصلت زمان، موقف حصل مع حد ومش قادر انك تسامح نفسك. اسمع دي، الشعور بالذنب مش بس مؤلم، ده بيحبس حياتك وللأسف بيمنعك انك تتقدم. النهاردة مع بعض هنعرف بطريقة عملية ازاي تتجنب الشعور ده. اهلا بيكم، انا عبد الله مصطفى. كلنا اكيد مرينا بمواقف تخلينا نحس بالذنب، وكل مره بنحاول ان احنا نطلع من الموقف ده او من المحنه دي بنلاقي نفسنا رجعنا تاني لنفس الاحساس ده. النهارده هنتعلم ليه الذنب ده بيظهر جواك، وازاي انه بيأثر على حياتك وعلاقاتك، بخطوات عمليه للتحرر منه للابد. زي ما اتعودنا هنتكلم باللي انا عايز اتكلم فيه في كام خطوه. ورقه وقلم وركز معايا، مشروبك اللذيذ ويلا بينا. اول خطوه معانا، ليه بنحس أصلا بالذنب؟ في علم النفس الشعور بالذنب هو آلية تطور قديمة بتخليك تتجنب الأذى الاجتماعي وتحاول تحافظ دايما على العلاقات. لكن دلوقتي لما الغلط يبقى قديم أو مش تبعك، دماغك لسه بتتعذب. إيه هي أسباب الشعور بالذنب؟ أول نقطة، أخطاء الماضي. التانية، توقعات غير واقعية. 3، نقد ذاتي مبالغ فيه. 4، تأثير تربوي أو اجتماعي. خلينا ناخد مثال نفهم بيه أنا عايز أقولك إيه. زي مثلا عيد ميلاد لواحد صاحبك وأنت نسيته، دماغك بتفضل تشتغل: أنا إزاي أنسى حاجة زي كده؟ إزاي يفوتني ميعاد زي ده؟ أنا شخص وحش، أنا مش مهتم، رغم إن في أوقات كتيرة جدا كنت أنت كويس جدا معاه وقريب منه جدا وعمره ما طلبك وأنت اتخليت عنه. الخطوة التانية، تأثير الشعور بالذنب على حياتك. النقطة الأولى، بيضعف الثقة بالنفس. التانية، بيمنعك انك تاخد قرارات جديدة. رقم 3، بيسبب قلق مزمن وموتر. رقم 4، بيأثر على العلاقات الحالية. رقم 5، بيحرمك من المتعة والإنجاز. خلينا نحكي قصة صغيرة هنفهم بيها برضو النقط دي مع بعض. شاب عنده شعور دايما بالذنب ناحية والده من حاجة قديمة، كل قراراته كانت دايما جواه ان هو عايز يعوض، لحد ما اتعلم انه يتحرر من الشعور ده وبدأ يعيش حياته. جاهزين ندخل مع بعض في الخطوة الثالثة؟ يلا بينا. الخطوة دي بعنوان خطوات عملية للتخلص من الشعور بالذنب. أول نقطة، اعترف بالذنب بس بوعي. حاول تكتب موقفك، ايه حصل؟ مين اللي اتأثر؟ ايه دورك الحقيقي؟ النقطة التانية، حاول تفصل بين الخطأ وهوية الخطأ. أولا الخطأ مش انت مجرد إنسان ارتكب الغلط، أما هوية الخطأ فكلنا عارفين الغلط نفسه هو ايه. النقطة الثالثة، اتعلم من الموقف. كل تجربة او اي حاجة الواحد بيتعرض ليها لازم بتديله درس او مسج يتعلم منها، حاول تفهم ده. الخطوة الرابعة، اعتذر وحاول تصلح لو امكن. لو انت كنت غلطت في حق حد مفيش مشكلة انك تعتذر وحاول تصلح العلاقة اللي ما بينكم لو امكن. النقطة الخامسة، سامح نفسك. اعترف وقول لنفسك: انا اتعلمت، انا اتغيرت، أنا أستحق الحياة. النقطة الخامسة، إعادة برمجة دماغك. حاول تقول لنفسك وتتكلم معاها وتهون عليها شوية وتقول لها: أنا مش دايما بغلط، مش دايما مذنب، أنا اتعلمت من الماضي. وقول لنفسك كمان: أنا أستحق الراحة والسعادة. طيب خلينا نخش على الخطوة الرابعة، نصايح لحياة بدون ذنب. أول حاجة، ركز على الحاضر. تاني حاجة، خد قرارات واعية. الحاجة الثالثة، ما تحاولش تتعلق بالماضي. الحاجة الرابعة، حاول تتكلم مع حد موثوق. الحاجة الخامسة، لو معاك ورقة وقلم حاول تكتب كل اللي جواك عشان تعرف تخرج اللي جواك بشكل كويس. طيب ايه هي الجملة الذهبية في الحلقة دي؟ الذنب عمره ما كان عقاب، ده انذار، حاول تتعلم منه وامشي لقدام. خلاصة الحلقة يا صديقي، دايما حط في دماغك ان الماضي خلاص عدى وانتهى، وان الذنب عمره ما كان عقاب، وحط جواك انك تستحق حياة بدون قيود الماضي. ابدأ بالوعي والاعتراف والتسامح، وصدقني هتشوف الحرية الحقيقية. لو عجبتك الحلقة جرب النهاردة انك تكتب 3 مواقف بتحس فيها بالذنب وحاول تستخلص منها الدروس اللي اتكلمنا فيها، واشترك في القناة وفعل زر الجرس وتابع باقي منصاتي على السوشيال ميديا، واكتب لي ايه اكتر موقف بيخليك تحس بالذنب دلوقتي. سلام.